يا مساء الفل على الحلوين، ازيكم يا فراولات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اولا كده صلوا بينا على النبي في الكومنتات عشان كل اللي يقرأ الكومنت بتاعك تاخدي حسنات. ثانيا اخبطي لك لايك كده على السريع، بالله ما تتخلوا عليا باللايك يا بنات، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ثالثا بقى وده الاهم، لو اول مره تشرفيني في قناتي اشتركي وفعلي زر الجرس يا جميل، علشان اي فيديو انزله توصلك زغروطه حلوه كده من قناتي. بجد القناه هتعجبك، وخديلك لفه فيها كده. مستمرين في حمله التوفير على قد ما نقدر. بغض النظر بقى على الظروف اللي احنا فيها، وان شاء الله ليكم عندي افكار حلوة قوي للتوفير، بجد هتعجبكم جدا. نبدأ في الفيديو بتاعنا. زي ما قلت لكم في فيديوهات اللي فاتت كلها، انا معتمدة على المكرونة دي. ما بغيرهاش، سواء مكرونة شعرية اي نوع من المكرونات، نفس النوع دوت ونفس الكيس. الكيس دوت عامل كيلو 20 جنيه، بيفضل معايا الشهر حرفيا. الكيس ده انا جايباه في اول الشهر في المشتريات بتاعت اول الشهر. ونفس النظام الشعرية، يعني جايبه كيس شعرية وكيس مكرونة. دول كان اخر حبة في الكيس، الحبة دول اقل من نص كيلو، لان انا عملت قبل كده مرتين من الكيس ده لو تفتكروا في الوصفات اللي فاتت. فالحبة دول اقل من نص كيلو، لو هتشتريهم هيبقى اقل من 10 جنيه بكتير، يعني حوالي 7 جنيه. آه ولعت على المكرونة مية بتغلي، رشة ملح، وإياكي تحطي زيت في مية سلق المكرونة علشان الصلصة تمسك فيها كويس. تمام، هي رشة ملح بسيطة، وتحطي المكرونة بعد غليان المية. معايا حلة تانية صغيرة، شوية زيت محترمين، بصلاية. ومحدش يقول لي المكرونة ملهاش بصل، انا بحب صلصة المكرونة يكون فيها بصل. فزي ما انتوا حابين تقدروا تستبدلوا البصل بالثوم، تقدروا تستغنوا عن ده وده، بس انا بحب البصل جدا في صلصة المكرونة. الفكرة بقى الأهم والتوفير وسوبر سوبر توفير، هخليكي تعملي أكلتين من نص كيلو طماطم. بجد يعني نص كيلو طماطم، وهيكون عملي معايا في الفيديو النهاردة. نص كيلو طماطم، هعمل منهم اول اكلة اللي هي المكرونة، والباقي ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني كده وما يحصلش حاجة وحشة، يعني لا قدر الله. وهعمل لكم فيديو تاني بالجزء التاني من الطماطم او الصلصة اللي انا عملتها. زي ما انتوا شايفين، نزلت بالبصلة يا دوب بس البصلة تدبل، مش عايزاها تاخد اي لون خالص، تدبل بس كده وخلاص. حابة انتي بقى تحمريها تديها لون ذهبي بسيط، تمام. المكرونة كانت خلاص خلصت يعني، فانا مش اوريدي انا مش حاطه لها ميه كتير. انا مبحبش ميه السلق المكرونة تكون كتير كده، عشان ما تتعجنش معايا. كده خلاص البصلة خلصت. هنزل بالطماطم، نص كيلو طماطم، عليهم قرن فلفل احمر حامي على حسب اللي انت حابه. بتحبي السبايسي، تمام. مش بتحبي حطي بارد، يكون احمر، اهم حاجه يكون احمر. اوريدي انا الفلفل اللي كان عندي كان حراق بس مش قوي، يا دوبك. هنا انا شويه ميه في الدرق بتاع الخلاط وعملتهم كده ونزلتهم، يعني على كيلو طماطم ب30 جنيه، ما بتهزرش يعني. بطل الفيديو بتاعنا البابريكا والفلفل الاحمر، تمام. معلقه كبيره من البابريكا وقرن فلفل احمر كبير على نص كيلو الطماطم. طبعا دي بقى توابل لحمه. نزلت بشويه كده، حوالي نص معلقه صغيره، ونزلت بمكعبين ماجي. وفي الاخر خالص بعد ما الصلصه خلصت بدوقها لقيتها محتاجه ملح، حطيت كمان مكعب ماجي، تمام. الصلصه ابتدت ان هي تفور زي ما انتوا شايفينها كده. هبدأ ان انا اضيف مكعبات الماجي واغطي عليها بقى تتسبك براحتها يعني. اهم حاجة بس تطلع لي الريحة القوية بتاعت صلصة المكرونة دي. انا ما ضفتش توم الصراحة، استغنيت على التوم في الوصفة دي النهاردة. حابة تضيفي توم، تمام. اي بهارات انت حباها، بس كأساسي بابريكا، اهم حاجة البابريكا.
الوصفة دي تقدري تلعبي فيها بأي حاجة عندك، يعني ممكن تلمي معاكي بواقي التلاجة، اي بواقي تلاجة عندك تحطيها فيها. انا الصراحة كان فاضل عندي صدر بطة، كنت عاملاها يوم الخميس. اليوم الخميس ده انا ما قدرتش ان انا اصور معاكم علشان كنت بصور معاكم فيديو العجوة. وان شاء الله وما شاء الله جاب اقبال حلو قوي، وعجبكم قوي، وناس كتير كتبت لي عليه ان هو عجبها، وجاب كومنتات ولايكات حلوة قوي. فبشكر كل حد كتب لي كومنت يفرحني، وبشكر كل حد حط لايك للفيديو. فعشان كده انا مصورتش معاكم اكل يوم الخميس، عشان انا فعلا تعبت في العجوة قوي يوم الخميس، فما قدرتش ان انا اصور تاني. فزي ما قلت لكم فضل معايا صدر البطة. طبعا احنا اكلنا يوم الخميس البطة، طبعا ما اكلناهاش كلها، احنا البطة حرفيا كنا على 3 ايام. فمن الخميس للسبت، يعني النهاردة السبت، من الخميس للسبت واحنا بعمل منها اكلات كده يومية، زي نفس الاكلات دي، الاكل دي كده نفس الفكرة، يعني ان انا بدل ما اكل البطة في يوم واحد وتخلص، لا، انا بافكار بسيطة وحيل بسيطة بقدر ان انا ادخلها كل يوم في اكلة جديدة، في نفس الوقت تغيير، وفي نفس الوقت تكون موفرة واقتصادية جدا. فزي ما قلت لكم سوبر التوفير، ومكملين في حملة التوفير. هبدأ ان انا اقطع صدر البطة كده بالسكينة. انا كان ممكن ان انا اعمله بايدي كده، فلفته بايدي، بس انا حبيت ان انا اقطعه بسكينة شرايح كده، يبقى نفس طول المكرونة. طبعا البطة اصلا كانت ما شاء الله دسمة، فكان فيها جلد كده، انا كنت محمرة وكده، فانا يعني مستحيل ان انا ارمي منها، حرام. فكل حاجة يعني مثلا في الصدر سوا جلد او اي حاجة فيه انا قطعته. عايزة اقول لكم ادت للمكرونة طعم رهيب، بجد كانت حلوة قوي، يعني بالهنا والشفا للي كله. خلاص انا قطعت صدر البطة. ببص في الطبق لقيت حتة جلدة كده وفيها طبقة من اللحم خفيفة، ارميها؟ لا طبعا حرام يعني. قمت مقطعاها نفس التقطيعة بالسكينة، وبسرعة جدا وبكل سهولة اتقطعت. هبدأ بقى زي ما قلت لكم نص كيلو الطماطم هلو على اخلتين. هبدأ انا اشيل من الطماطم. جبت الطاجن الصغير بتاعي، وجبت المغرفة، وابتديت ان انا اشيل منها. ان شاء الله باذن الله هتتعان في التلاجة ان شاء الله بكرة. باذن الله بكرة او بعده على حسب انا هاكل ايه بكرة. ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا اصور معاكم عشان الفكرة تكون عملي، ومحدش يقول لا انتي تعيناها بس ما عملتيش بيها، لان مش هتكفي وكده. انا على قد ما بقدر احاول اوفر في الطماطم. عايزه اقول لكم الطماطم دي انا جايباها 25، زي ما انتوا عارفين كلمتكم كذا مرة حتى في فيديو المشتريات، اسفة. كنت قلت لكم الطماطم جايباها على 25. الواحد بيبقى يعني بتمشي رجلك في اخر سوق شوية كده لحد لما بتلاقي السعر المناسب، يعني تمام. فرق 5 كيلو، هي عامة عندنا ب30. طماطم دلوقتي نزلت الحمد لله من 40 ل30، فانا جبتها كيلو على 25. فالحمد لله، يعني ربنا يكرمنا تنزل تاني، ترجع زي الاول يعني ان شاء الله. هنا قرنين فلفل، جيت ابتديت ان انا اقطع كده بلانشة التقطيع. قلت لا، ده انا بقى كده مش هخلص مستعجلة على الاكل الصراحة. فابتديت انا اقطع بايدي صلصة على طول. اقول لكم انا بعد ما شلت الصلصة في الاول حسيت ان الصلصة دي هتبقى طماطم على المكرونة، فشلت كمان مغرفة صلصة. وما شاء الله المكرونة في الاخر كانت جميلة قوي. لو سام الفيديو بجد اتمنى ما تنسيش عليا بلايك، عشان لايك ما تنسيش برده بكومنت جميل تصلي فيه على النبي، تقولي لي رايك في الوصف افكار التوفير بتاعتنا. ابدا ان انا اقطع قرن تاني زي ما قلت لك. لو حابه ان انت تضيفي توم ممكن تقشري 2 3 توم وتفرميهم مع قرن الفلفل ده. حابه تضيفي فلفل حراق تمام، بس انا عشان انا فلفل احمر فكان حامي شويه فضفت الفلفل تقليبه بقى كده عشان كده بقى
يتمزج كده مع بعض، وابدأ بقى تسبك براحتها. شايفين بقى البكبكة بتاعت الصلصة؟ على فكرة ريحتها كانت جميلة. هبدأ زي ما قلت لكم، انا ضفت كمان مكعب ماجي لما دقت ولقيتها محتاجة ملح تاني، فكده انا ضفت 3 مكعبات ماجي. المكرونة كانت خلاص اتسلقت وصفتها. اهم حاجة ما تخليش مية تلطها خالص او تحطيها تحت الحنفية، انتي بس بتصفيها وبتسيبيها زي ما هي. ما تخافيش، مش هتتعجن معاكي ولا حاجة، بس انتي لو حطيتي عليها مية هتلاقيها فكت من بعضها خالص، وهتيجي تحطيها في الصلصة مش هتمسك فيها. احنا عايزينها تكون المكرونة ماسكة في بعضها زي ما انتوا شايفينها كده، علشان اول ما ننزل عليها بالصلصة تبدأ الصلصة تمسك فيها كويس. زي ما انتوا شايفين الصلصة ما شاء الله حمرة جدا، ولونها وطعمها كان جميل. اديها كمان تقليبتين. هنا زي ما قلت لكم انا حسيت ان الصلصة هتبقى كتير، فشلت كمان شوية، شلت مغرفة كمان كبيرة، بس عشان هي صدر البطة فيها من تحت متركز في الحلة من تحت، فتحسوا ان هي الصلصة مالية الحلة، بس هي مش كلها عشان فيها اللحمة كانت مالية الحلة من تحت. هبدأ ان انا انزل كل حاجة في الحلة، هي كانت سخنة اصلا. وابدأ بقى بالراحة كده اقلب واخلط كل حاجة ببعضها. شوفوا بقى، عشان انا ما حطيتش مية على المكرونة، المكرونة شربت الصلصة بسرعة. عارفين ان لو كنت حطيت عليها مية مش كانت هتشرب الصلصة خالص، ما كانتش هتبقى حمرا. يعني مهما تكون الصلصة بتاعتك حمرا وحاطة على المكرونة مية، ما كانتش برضه هتوصل للون ده، لان المكرونة ما بتحطيها في المية ما بتشربش الصلصة معاكي كويس، فانت تصفيها من غير ولا نقطة مية خالص. شايفين بقى اللون معانا؟ كده خلاص اصلا هي كده كده كانت مستوية، فانا طفيت النار. هبدأ كده بقى ان انا ادوق. انا ما كنتش صابرة الصراحة من الريحة، ما كنتش صابرة لما الفيديو يخلص او لما اخلص يعني. فكرة حلوة وفكرة جديدة للتوفير. انا مجرد زي ما قلت لكم، مجرد افكار انا بديها لكم. ممكن انتي تستبدلي لو مش عندك لحمة او صدر البطة او اي حاجة، ممكن يكون مثلا عندك فراخ، ممكن يكون عندك حتة عصاج باقية تحطيها، ممكن يكون سوسيس، كفتة، اي بواقي تلاجة عندك، يعني مش لازم حاجة تجيبيها مخصوص. انا لو ما كانش عندي صدر البطة انا ما كنتش هضيف عليها اي حاجة، بس انا عشان انا فاضل عندي صدر بطة زي ما قلت لكم احنا كلناها على 3 ايام، فعشان كده انا عملت بيها الوصفة. فلو ما كانش فيه، ما كانش متوفر، انا كنت هعمل اللي موجود. ده اللي بحاول اوصلهولك، اللي موجود عندك اعمليه ومشي نفسك بيه وما توقفيش على حاجة. احنا في حملة توفير، يعني مش عايزين حاجة نقف عليها او الظروف توقفنا ان احنا نوفر او ايه. ان شاء الله نعمل افكار حلوة مع بعض. ان شاء الله الايام الجاية هيبقى لي افكار حلوة جدا للتوفير وهتعجبكم قوي. هبدأ بقى ان انا اجيب الطبق كده وانزل بشوية، انا هسيب شوية في الحلة مش هنزل بيها كلها. هبدأ ان انا افردها بالراحة كده. اللهم بارك، ريحتها كانت جميلة واللون برضو جميل. ما شاء الله حمرة وجميلة زي ما انتوا شايفين الطبق.
يعني بصوا حاجة كده تفتح النفس. ممكن بقى تعملي جنبها شوية سلطة، شوية مخلل، اي حاجة. بصوا هو اللون ركزوا في اللون كويس، بس عشان هو اللون بتحس ان هو بيتغير شوية اختلاف لزاوية التصوير. انما هي حمرة جدا ما شاء الله جميلة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ما تنسونيش في لايك وكده زيكم، واسيبكم في رعاية الله للفيديو الجاي.